ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا النهارده هننزل الفيديو حلو قوي. سواء كبير او صغير بيحبه طبعا. الكوكيز هعمله بطريقه حلوه قوي وسهله، وبصوا متغرق شوكولاته وهتدمنوه بجد. لو جربتوه بالطريقه دي مش هتبطلوا تعملوه. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. المقادير بسيطه وسهله، بس انتي ركزي شويه بس في اللي انا هقوله وان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط. هبدا اجيب معايا نص كوبايه زبده، واحطها في طاسه على النار، وهدي النار خالص لحد ما تسيح. ومش عايزاها تسيح بس، انا عايزاها تبقى غامقه كمان. بس خدي بالك في فرق بين ان هي تبقى غامقه وان هي تتحرق منك. تمام، انا عايزاها غامقه خالص. هي حتى هي خلاص كده، بس انتوا بعد ما تسيبوها تهدى خالص هتلاقيها غمقت اكتر. تمام زي ما انتوا شايفين كده. فهبدأ احطها الاول، اسيبها تبرد، وهبدأ احط معاها كوباية سكر. ممكن تستخدمي في الخطوة دي سكر بني لو عندك. لو مش متاحة عندك ممكن تستخدمي سكر ابيض زي ما انا استخدمت. يبقى نص كوباية زبدة وعليها كوباية سكر. تمام، هبدأ اضربهم كويس قوي بالمضرب، بحيث بس ايه، السكر يدوب شوية مع الزبدة وكده. وهبدأ بقى احط بقية المكونات بتاعتي. هحط صفار بيضة بس، وبيضة كاملة. مش هحط البيضتين كاملين، هحط الصفار بس وبيضة كاملة. وهنحط فانيليا وهبدأ اضربهم كويس جدا. ماشي. والصفار لوحده هيخلي الكوكيز من بره مقرمش كرانشي كده، ومن جوه طري. هقول لكم بقى ايه الخطوة اللي هتخليه كده. هنجيب معايا كوبايتين دقيق. كل كوباية دقيق هنشيل منها معلقة، ونحط بدلها معلقة نشا. تمام، وهحط نص معلقة بيكنج باودر. ده طبعا لو مش بالشوكولاتة. لو بالشوكولاتة في الحالة دي هتنقصي نص كوباية دقيق، وهتحطي بدلها نص كوباية كاكاو خام غامق. زي ما انا عملت كده، يبقى انا هنا حطيت كوباية ونص دقيق ونص كوباية كاكاو خام. هبدأ اقلب كل ده مع بعضه. وما تنسوش كمان زي ما قلت البيكنج باودر ومعلقة نشا. معلقتين نشا من الكوبايتين يعني. هبدأ اقلب كل ده، بصوا، كويس قوي وبسرعة. لو ما تقلبيش كتير، لان بعد ما تحطي الدقيق يعني ايه، ما ينفعش انك تقلبي كتير خلاص في الكوكيز بالذات، عشان ما يقساش منك يعني. هبدأ اجيب معايا شوكولاتة خام مقطعاها كده مكعبات صغيرة، اي تقطيع عادي زي ما تحبي يعني، زي ما تتقطع معاكي مفيش مشكلة. وهبدأ اقلبها كده في الكيس زي ما انتم شايفين كويس قوي لحد ما الدقيق يختفي خالص. بس برضو اهم حاجة تحاولي ما تقلبيش فيه كتير، او بصي، او السباتشولا كده وانتي بتقلبي على خفيف. تمام، هبدأ بقى احط معايا عندك، انا هحط كمان شوكليت شيبس. ممكن تكتفي بالشوكولاتة الخام بس مفيش مشكلة، مش موجودة. فانا هحط شوية شوكليت شيبس كده كمان، عشان ايه، تدي كوكيز برضو طعم كده وشكل، ونروق على نفسنا. خلاص كده هلمه. هبدأ بقى اشكله في الصينية. تمام، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عاملاه كبير شوية، فالحجم بتاعه بتبقى حوالي 50 جرام يعني. فانت ممكن تقللي عن كده، ممكن تزودي اللي انت حباه يعني، الحجم اللي انت حباه ممكن تعمليه. انا بص شكلته ايه، هتشكليه عايزي اي تشكيلة برضو مش هتفرق يعني. هبدأ اشكله كده بالطريقة دي، واحط عليه الشوكليت شيبس من فوق. وكمان هدخله بقى اهم خطوة، الفريزر ربع ساعة. دي اهم خطوة. لا، عقبال ما ادخله الفريزر ربع ساعة هكون سخنت الفرن على 160. هسيبه يسخن خالص كويس قوي. وهبدأ اطلعه من الفريزر على طول، الفريزر بتاعي، واحطه في الفرن على الشبكة 10 دقايق بالظبط. يعني 10 دقايق على درجة 160 على الشبكة. والشبكة تكون في الرف اللي في النص. مش ما تكتروش عن 10 دقايق يعني. هنطلعه بقى من الفرن وهنسيبه يبرد تماما. اول ما يبدأ يبرد بقى ابدأ اطلعه من الصينية. بصوا شكله بجد تحفة. والشوكولاتة بتبقى سايحة كده، هو حتى لما بتسيبيه كمان بيبقى طعمه فظيع. فبجد جربوه، مش هتندموا ابدا ابدا ابدا. وهيعجبكم جدا. وان شاء الله لما تجربوه يعني عايزة تقولي رأيكم، عجبكم ولا لا.